لما الكل يستكتر عليك الثقة ازاي تبنيها من تاني من جواك. عارف اكتر احساس يهد النفس ايه؟ انك تكون في مرحلة محتاج فيها قشة ثقة تمسك فيها عشان تقف على رجلك تاني، فتتفاجئ ان الناس اللي حواليك بتعمل العكس تماما، يتعاملوا معاك بحذر بخرس كأنهم خايفين منك أو بيسحبوا منك الثقة اللي فاضلة عندك. في اللحظة دي أنت بتسأل نفسك سؤال بيوجع: هو أنا فعلا ما استاهلش ولا أنا غريب عنهم؟ وبتبدأ تصدق إن الحل هو إنك تحاول تثبت لهم إنك موضع ثقة. لكن تيجي الصدمة إنك كل ما بتحاول تثبت لهم كل ما الإحساس بالعجز بيزيد عندك. تعال أقول لك بقى العلم والأبحاث الحقيقية بتقول إيه في الورطة النفسية دي، وليه معاملة الناس ليك في الوقت ده مش هي المقاييس اللي المفروض تقيس بيها نفسك. علم النفس ودايرة الشك، دراسة أليكس رودريجيز. أول حاجة لازم تفهمها، في دراسة معتمدة في علم النفس السلوكي بتتكلم عن مفهوم اسمه تأثير المرآة المكسورة أو بروكن ميرور إفكت. لما بتعدي بمرحلة صعبة وثقتك بنفسك بتهتز، لغة جسدك ونبرة صوتك وطاقتك بتتغير من غير ما تحس. الناس اللي حواليك حتى لو من غير سوء نية بيستقبلوا الإشارات دي فبيترجموها على إنها غموض أو عدم استقرار. رد فعلهم الطبيعي كبشر هو الخوف والحذر. يعني إيه؟ يعني الخوف وسحب الثقة اللي بتشوفه في عيونهم مش معناه إنك شخص خاين أو غير جاد، ده مجرد عكس لترددات القلق اللي طالعة منك. عشان كده العلماء في جامعة كاليفورنيا لما درسوا ديناميكية العلاقات أثناء الأزمات اكتشفوا حقيقة غريبة جدا: تطوير الثقة مش بيجي من محاولة تغيير فكرة الناس عنك، بل من إيقاف استجدائها منهم. يعني لما بتطلب الثقة من حد وهو خايف منك، عقله الباطن بيعتبرها نوع من الضغط فبيبعد أكتر. طب والأبحاث بتقول إيه عن الثقة بالنفس نفسها؟ هل ينفع ترجع بعد ما تتهد؟ أبحاث علم الأعصاب في السنوات الأخيرة بتتكلم عن حاجة عظيمة اسمها المرونة العصبية. دماغك ده مش حجر، دماغك بيتعدل تشريحيا حسب الأفكار اللي بتغذيها بيها. لما بتعتمد على معاملة الناس عشان تبني ثقتك، انت بتسلم مفتاح كيمياء مخك لنقطة حظ. فلو ابتسموا ووثقوا فيك الدوبامين بيرتفع وتحس انك كويس. اما لو شكوا فيك او خافوا منك، الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر بيضرب في السقف وتحس انك ولا حاجه. علماء النفس في جامعه هارفارد عملوا تجربه على ناس فقدوا ثقتهم في انفسهم تماما بعد تجارب فاشله. قسموهم لمجموعتين. المجموعه الاولى حاولت تقنع المحيطين بيها انهم اتغيروا واستنوا منهم الدعم. اما المجموعه الثانيه ركزت على انجازات صغيره جدا يوميه، اعمال خفيه محدش يعرف عنها حاجه. النتيجه كانت صدمه. المجموعه الثانيه استردت ثقتها بنفسها واستقرارها النفسي اسرع ب3 اضعاف من المجموعه الاولى. ليه بقى الكلام